اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا متابعيني الغاليين من الفيديو اللي فات. زي ما انتوا شايفين الفيديو بتاعنا النهاردة حاجة كده عظمة، لازم تجربوها. انا مش هتكلم، انتوا هتشوفوا الشكل وبعدين نشوف عملنا الأكلة الجميلة دي ازاي. مش قادرة اقول لكم بقى ريحتها عاملة ازاي ولا طعمها، حاجة كده تفتح النفس. او مش هتبقى كمان اللحمة غالية ونعملها بالطرق التقليدية، لازم نعملها بالطريقة دي عشان نحس ان فعلا الفلوس حلال فيها. طريقة جميلة جدا. هنشوف الطريقة مع بعضينا ونشوف عملنا ايه وطلعنا العظمة دي ازاي. يلا بينا بقى ندخل على المكونات ونشوف المكونات بتاعتنا ايه. يلا بينا. زي ما انتوا شايفين معانا فلفل حار ومعانا فلفل الوان وجزر وبصلاية زي ما انتوا شايفين حجمها وسط، وشوية كده من الطماطم، ومقدار كيلو من اللحمة. دي المكونات اللي معانا النهاردة اهو. هنقطع بقى الخضار دوت ونرجع تاني نشوف هنبتدي ازاي. قطعنا الفلفل الالوان والجزر عملناه اشكال جميلة كده، وادي كمان الفلفل الحار حسب الرغبة، والطماطم عصرناها وبشرنا البصلاية. يلا بقى على الجريل ونشتغل على طول. معلقة كده من الزبدة او معلقة من السمنة تسيح معانا في الجريل، ونبتدي على طول نرص اللحمة بتاعتنا عشان نشوحها. تمام. هنقلبها بقى على الوش التاني اول ما تاخد كده صدمة، وهنفضل بقى نشوح فيها كويس جدا لحد ما تاخد اللون الذهبي الجميل. طريقة جميلة جدا ومش هتبطلي تعمليها. كل ما هتفكري تشتري لحمة مش هيجي في دماغك غير الطريقة دي. اهو شايفين اللون بقى عامل ازاي كده؟ تمام. هنبتدي بقى في المرحلة دي نحط لها مقدار كوبايتين كده من المية المغلية، يعني نغطي بس الوش بتاعها، وننزل بقى بشوية الورق اللوري وشوية الروزماري. وأول ما تبتدي بقى تدخل على سوا هنحط شوية صغيرين من الملح. نغطي الجريل بقى ونسيبها تستوي مع نفسها. قبال بقى ما اللحمة بتاعتنا تستوي أنا هبتدي أعجن العيش اللي أنا هحط فيه اللحمة. يعني كوباية كبيرة كده من الدقيق، وعليها شوية صغننين كده ذرة من الملح، ومعلقة من الخميرة الفورية، ومعلقة من الزيت. هقعد احط لها شوية كده صغيرين من المية حبة في حبة علشان ما تلزقش مني، واضرب فيها بقى شمال ويمين لحد ما تكون معايا عجينة اهو. طلعي الطاقة اللي جواكي بقى كلها لحد ما تديكي الشكل ده. حطي في البولة بتاعتك بقى شوية من الزيت وغطيها واسبيها لحد ما تختمر. وعلى الطاسة تاني هبتدي برضو احط معلقة من الزبدة اشوح فيها البصلاية اللي احنا قطعناها في الاول، تاخد معانا لون ذهبي كده وتتكرمل اهو. تمام. في المرحلة دي هننزل بأربع فصوص من الثوم. كملي تشويح لحد ما تحمر برضو مع البصلة. ودلوقتي بقى ننزل بالخضار اللي احنا قطعناه اهو. برضو نشوح في الخضار بتاعنا لحد ما يدبل كده ونحس ان هو اضطر مع البصلة اهو. تمام. نبتدي بقى ننزل بشوية من الملح وشوية من الفلفل الأسود ونكمل تشويح في الخضار. هنا بقى نحط عصير الطماطم ونسيب بقى الخضار مع عصير الطماطم يتسبك كويس جدا اهو. اتسبكوا تمام. هنبتدي بقى في المرحلة دي ننزل باللحمة بتاعتنا بعد ما استوت وخلاص، يعني
نقدر نقول ان هي خدت السوا بتاعها كويس جدا في شوية المية اللي احنا حطيناهم. ينزل بقى بيها بالشكل ده، ويلا نقلب بقى ونخلي اللحمة دي بقى تشرب من الصوص الجميل اللي احنا عاملينه. نقلبها بقى مع الخضار كده ونسيبها برضو شوية كمان، ويلا بينا نفرد العجينة. العيش بتاعنا اختمر وتمام، والطريقة ناجحة وزي الفل. يلا نقطعه بقى جزئين، جزء هنفرده من تحت والجزء التاني هنطبق عليه من فوق. رخامتي نضيفة زي الفل، شوية من الدقيق ويلا نفرد العجينة. افردي بقى شمال ويمين، هاتي اخر ما عندك في الفرد. احنا مش عايزينها تكون تخينة، عايزينها تكون رقيقة كده عشان العيش يكون حلو ونعرف ناكله. وفي الصينية بقى كده وفرديه. طريقة سهلة وبسيطة وممتعة جدا. يلا نكمل. هنفرد الرغيف ده كمان، ده بقى اللي هنقفل عليه من فوق بعد ما نرص اللحمة اهو. يلا بقى ابتدي رصي، بس حاولي ما تجيبيش اللحمة والخضار على الحرف، نصصيه على قد ما تقدري كده في النص عشان تعرفي تقفلي عليه من فوق. يا سلام على شكل اللحمة وهي بتتحط، بجد تفتح النفس. هنقفل بقى، وعلى درجة حرارة متوسطة هندخل الصينية بتاعتنا اهو. شوية بقى كده من اللبن صغيرين على صفار بيضة، هندهن الوش بتاع الرغيف بتاعنا. تمام. وندلعهم بقى بحبة السمسم دول، ولو عندك بقى حبة بركة حطي. وطلع الرغيف بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو، حاجة تفتح النفس. الله، مفيش احلى من كده. شايفين طعمه جميل جدا وريحته طالعة مش قادرة اقول لكم عاملة ازاي اهو. يا نهار ابيض، بجد تستاهل التجربة. لحمة دايبة جوه خالص، والعيش يتاكل من غير اي حاجة. عايز اقول لكم من اجمل الحاجات اللي عملتها، لازم تجربيها. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش دعمي بالشير وباللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.